من جديد نرحب بكم وأهلا بكم إلى ملف هذه الحلقة لهذا اليوم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. وقد ورد في الإنجيل المقدس وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا. هذا التعايش المشترك ضمن عنوان المحبة والسلام والتآخي في سوريا الحبيبة وفي حمص كنموذج لهذا التعايش. يسعدنا الحديث حول هذا الموضوع. أن نرحب بضيفينا في الاستديو سماحة الشيخ فتح الله القاضي مفتي محافظة حمص، أيضا وسعادة المطران جورج كساب للسريان الكاثوليك في حمص وحما والنبك وتوابعها. مرحبا بكم. مرحبا. مرحبا. بداية سماحة المفتي، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن تعدد الأديان والتعايش المشترك في سوريا عموما وفي حمص خصوصا؟ والله حضرتك حكيت، واحنا هذه الصلة متينة جدا ونلتقي دائما. وأشرت حضرتك الآن إلى أن رمضان كان إخوتنا يدعوننا في شهر رمضان دعوة تكريمية بمناسبة شهر رمضان، ودائما نحن نلبي ونستجيب، فلا شيء يمنعنا، بل هنالك ما يدعونا لأن نجدد ونوثق العلاقة التي هي موجودة والتي أشار إليها القرآن كما أشرت. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر الدين قال: شرع لكم من الدين، يعني هذا الذي شرعه الله من الدين لجميع أديانه السماوية وليس لواحد منها. والآية التي ذكرت هي تقول وتعدد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا الذي ركب الناس معه في السفينة وغرق من بعده ما غيرها، يعني هو الأول من نسل بعد آدم نوح. بعدين قال: والذي أوحينا إليك، أي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم، وهو أبو الأنبياء، إبراهيم، وموسى وعيسى، وهما الرسالتان السماويتان اللتان توجدان بيننا دائما، ونحن نعترف بها ونقرها ونسميهم أنبياء ونعترف بنبوتهم ورسالتهم. وغير هذا أكثر من هذا كثير. نحن الآن لما دخلت وأنا أعرف الأخ معرفة جيدة، ونلتقي ليست فقط فيها بل في كل مناسبة لهم نذهب بمعية المسؤولين عندنا من السيد المحافظ وجميع رؤساء الفئات التي ترجع للدولة، ونحن أيضا نمثل فئة وهي المسلمين، نذهب إليهم واحدا واحدا وهم ينتظروننا. وفي كل المناسبات، في كل مناسبة نجد أننا نلتقي. والآن عندما تقابلنا تعانقنا أنا والسيد، تعانقنا تعانق محبة. جميل. والصلة بيننا هي كما نقول دائما، هي نحن أطياف من ضوء واحد. فالضوء الذي هو الضوء الشمس له أطياف، نقول لون كذا ولون كذا ولون كذا ولون كذا، لكن متى التقت كونت شيئا واحدا. جميل. وهذا هو الذي بيننا. إذن سعادة المطران تفضل سماحة المفتي وقال: نحن أطياف من ضوء واحد وهو ضوء الله سبحانه وتعالى، وتحدث عن بعض التعابير الجميلة التي ذكرت في القرآن الكريم، التي تدعو إلى المحبة، تدعو إلى التسامح، تدعو إلى العيش المشترك. بالمقابل أيضا الكتاب المقدس في الإنجيل ركز على هذه الصفات. لنبحث في هذه الصفات كي نصل إلى ما تفضل إليه سماحة المفتي.
يعني نحن كما نوه الله فضيلة يسلمك. المفتي نعم. صديق والأخ العزيز، يعني بالإنجيل المقدس المحبة هي الشرعة الوحيدة، ونحن طلاب محبة في العالم. بالتأكيد. حبوا أعدائكم وباركوا بارك لاعنيكم. وفي تحدي بمار يوحنا بيقول إنه لا يمكن نعم. أن نحب الله الذي لا نراه ونكره الإنسان الذي نتعايش معه. جميل. بغض النظر من هو الإنسان، لأنه كل إنسان هو الحقيقة تحفي بها الوجود، لا إجا مثله ولا بده يجي مثله، هو إيقوني، الله صنع الإيقوني بغض النظر عن انتمائه. هو اختصار لهذا الكون بجماليته. إيقوني بهالعالم. قديش حلو نكتشف أصبع الله بهالإيقوني. إلى من ينتمي؟ فإذا كان ينتمي إلى الإسلام فالإسلام هو دين الرحمة. نعم. ودين التقارب. ونحن نعتبر أن الإسلام هو دين الله في الأرض منذ ما وجد الإنسان، منذ إبراهيم. سلم، يعني الإسلام هو من سلم أمره إلى الله. يعني الكلام فبهالمعنى كلياتنا والمسلم من سلم الناس من لسانه ومن يده. بهذا المعنى نعم. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. يقول قائلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. جميل. جميل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إذن هذا الإسلام يقودنا إلى وحدة الأصل الإنساني، جميع الناس من أصل واحد من منشأ واحد، والدليل لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. كلهم عندنا نحن إن الدين عند الله الإسلام بدون تقييد. أنا بدي نوه بس على حمص. نعم. حمص سنة 1980 1860 وقت اللي قامت الفتنة الطائفية واللي سعى إليها من يسعون إليها اليوم. نعم. اللي هي فرنسا وإنجلترا، وقت اللي ادعوا حماية الأقليات، المصالح الاستعمارية. أيوة. وقامت الفتنة سنة 1860 في لبنان، وتسربت من لبنان إلى دمشق. هي كانت واحد، لبنان وسوريا كانت دولة واحدة. المهم بحمص نعم. اجتمعوا زعماء الحارات الإسلامية وقالوا: لن نسمح لهذه الفتنة أن تدخل مدينتنا. جميل. موقف وربما ما وهذا الموقف لا زال موجود، يعني نحن نعول على يعني وعي هذا الشعب على هذه الحضارة الممتدة عبر مئات السنين وآلاف السنين. هذا ما حصل. هذا ما حصل بالتأكيد. وبقيت حمص في هذا التعايش الرائع الذي نفتخر به دائما. فنقول حمص الطيبة. نعم. حمص التي تحمل الإيمان المنفتح. نعم. يعني وأذكر يعني شيء بهالمعنى التأييد لحضرتك، يعني عندما كان يأتي أناس من الفرنسيين أو غيرهم ليبحثوا عن إنسان، هو قد يلجأ إلى بيت مسيحي. أكيد. يعني يحيطون به ولا يقولون عنه ولا ينسون ذلك. نعم. وهذا بيت الزهراوي أنا أذكر أنه وقف بشيء من هذا وهو في منطقتهم. جميل. فكيف كان موقفهم بالنسبة لغير المسلمين؟ أنهم حموهم من الذين يمكن أن يأتوا من الفرنسيين. طيب سماحة المفتي، يعني هذا الكلام يقودنا إلى أن الدين بشكل عام كيف استطاع أن يزرع فينا القيم التي تدل أو تحض على المحبة والتسامح بشقين، الدين الإسلامي والمسيحي؟ هذا كله يعني يصل بعضه إلى بعض. كله يصل، لأننا نحن نعتبر أن الأديان السماوية نعم. هي تخرج من نافذة واحدة. جميل. هي من عند الله. جميل. وما كان من عند الله لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يمكن أن تجد فيه اختلاف. كلهم ينتهون إلى شيء واحد.
فموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم كلهم نصوص في القرآن يقول إنهم مسلمون. لهالدرجة هذه أنا الذي ذكرت إبراهيم، لكن يعقوب الذي هو ينسب إليه اليهود لأنه يعقوب هو إسرائيل، نفسه يعقوب هو إسرائيل. نعم. يقول سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. مين بنيه؟ يعني اللي جايين من بعده، اللي هم أولاد يعقوب اللي بنعرفهم 12 وغيرهم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه جميل. ما تعبدون من بعدي. بده يطمن عليهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الكل إذا قالوا له ونحن له مسلمون، اطمن عليهم إنهم مسلمين. فالإسلام إذا هو تسليم كما تفضلت. تسليم. أسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو من سلم الناس من يده ومن لسانه. هذا تعريف عملي فعلا. نعم. تعريف عملي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. طيب سعادة المطران، يعني نحن بشكل عام في سوريا عندما نعرف عن هويتنا نقول أنا سوري. إذا هناك قيم للمواطنة. هذه القيم هل هي موجودة بالأساس من خلال العامل الوراثي، من خلال التكوين الفكري والعقلي، من خلال التربية المنزلية، من خلال التربية المدرسية، من خلال الدين، أم هي علاقة تكاملية؟ الحقيقة بهالموضوع أنا عملت محاضرات برا. نعم. حول الحوار الإسلامي المسيحي في سوريا. في سوريا بالذات يعني. فكلياتنا بنعرف وقت نتحدث عن الحضارة السورية. جميل. عن الثقافة السورية، عن الأصالة السورية. فسوريا هي بلد الحضارات، بمعنى أنه كل الحضارات دخلت إلى سوريا. الحضارة الأشورية، البابلية، نعم. الحضارة الرومانية، اليونانية، المصرية. فسوريا هي بلد الحضارات، والإنسان السوري هو ابن كل هذه الحضارات، فولد منفتحا. يعني قبل أن تكون المسيحية وقبل أن يكون الإسلام، فالإنسان السوري يملك الإيمان الواعي والناضج والمنفتح، والذي يقبل الآخر بدون جهد. نعم. لأنه هو يحمل كل الحضارات. جميل. فالإنسان السوري معروف أنه يقبل الآخر ولا يرفض، ويحمل ما زال يحمل هذا الإيمان الذي يقبل ولا يرفض، بغض النظر عن إذا كان مسلما أو مسيحيا، فهو يحمل هذا الإيمان. والحقيقة إذا من نرجع للتاريخ، أنه من ثديي سوريا انطلقت المسيحية والإسلام. جميل. فمن أنطاكيا انطلقت المسيحية متحررة من تزمت اليهودية، ومن دمشق انطلق الإسلام ومتحرر شوي من عزلة الحجاز، ونقل الإسلام الرحمي للعالم كله. ومن سوريا مار بولس اللي دخلها قاتلا وإرهابيا، خرج منها رسول سلام ومحبة إلى العالم كله. جميل. فسوريا لم تصدر في كل تاريخها إلا المحبة والسلام إلى هذا العالم، وما زلنا نعيش هذه القيم، وكل ما هو خارج عن هذه القيم هو مستورد وغريب عن جلدتنا وعن حضارتنا وعن ثقافتنا وعن ديانتنا وعن إيماننا. إذن هذا يعني يقودنا إلى سؤال آخر. كل ما هو موجود يدعو إلى الكره، إلى الحقد، إلى البغضاء، هو مستورد وغريب. سماحة المفتي، هل يحق للإنسان أن يحاسب أخيه الإنسان على دينه؟ وكما قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. مزبوط، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالإنسان دينه يؤمن به برضاه ولا إكراه. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين. نعم. لا إكراه في الدين. فلا إكراه في الدين، لا إجبار لأحد على أن يغير دينه.
مهما كان الشرع يدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعوة بهذا الشكل لا يمنع أن ينتقل إنسان من جهة إلى جهة، من دين إلى دين، لكن ليس فيها إكراه. لا إكراه في الدين. هيك نص لا إكراه في الدين. الله يهدي من يشاء. إيه، إنك لا تهدي من أحببت أحببت الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. إيه. نعم. لا إكراه في الدين. طيب سعادة المطران، تحدثت حول نقطة هامة وعاد ليؤكد عليها سماحة المفتي، وهي لا إكراه في الدين. من له مصلحة في زرع هذه الفتنة؟ من يسعى إلى مصالحه الخاصة. ومن هنا فنحن اليوم علينا أن نتنبه ونوجه رسالة من أعماق قلوبنا، من قلوب محبة للجميع، جميل. لكل أبناء هذا البلد بكل أطيافه، للموالاة والمعارضة، أن ننتبه من الغريب، أن ننتبه من هذا الصوت القادم من بعيد، لأنه لا يبغي إلا الشر. فالغريب وإن ارتدى لباس الحمل فهو ذئب خاطف، ومهما تغنى بالحرية والديمقراطية فهو لص وقاتل ومجرم. جميل. وأوجه رسالة من جديد مع أخي وصديقي ومرجعي العفو. فضيلة المفتي أبو هشام، هي القاعدة واحدة وحدة إلى كل أبناء إحنا سوريا، خصوصي هون. نعم. إلى إحنا كل أبناء سوريا. مرة كنت أنا مش يعني مجتمعين سنتحدث في دعوة التفاصيل الخصوصية، ولكن لنسمع رسالة. سندخل في تفاصيل أخرى على الأقل. إلى كل أبناء سوريا الغاليين علينا، نعم. أن لا نسمح للدب أن يدخل كرمنا، سيأكل العنب ويحرق الأغصان. نعم. وسمعت أختا عزيزة سورية بكل أسف تقول: الناتو لا يدخل إلى سوريا كما دخل ليبيا لأنه لا يوجد ضغط. فأقول لهذه الأخت: لا تتمني أن يدخل الناتو إلى بلدنا، لأنه سيخرب البلد ويخرب بيتك أولا. لننتبه من الغريب. الغريب لا يبغي إلا المصالح الشخصية. نعم. والله سيدمر هذا البلد، والله لن نسمح له أن يدخل ولو اجبرنا أن نكون كلنا شهداء ومستعدين. جميل هذا الكلام، وهذا طبعا هو يعني رأي الشعب السوري بشكل عام وراء هذه الكلمة، أن الوطن للجميع. سماحة المفتي، بعض الناس يعني للأسف وهم قلة قليلة تروج أن يعني بعض المناطق أو بعض المحافظات هي لفئة غير الفئة، ولكن الوطن يتسع للجميع. كيف نرد على هؤلاء؟ نحن نعتقد أن الوطن لكل إنسان هو فيه مواطن يحترم بلده ويحترم كل شيء فيها. وكما ذكر السيد المطران، ذكر أن اليد الغريبة والرجل الغريبة هي التي تسعى للتفريق، وبالتالي لتأخذ الثروات والخيرات ثم يلفظون ويكبوا الشخص اللي سعى لهم. جميل. لا يمكن أن يبقى، لأنهم يخرجون بما معهم، وهذا يترك لأهله يقضون عليه. جميل هذا الكلام. الأمثلة قدامنا والتاريخ قائم. يقضون عليه. فأما أن هذا أن أهل البلد لا يمكن أن يكونوا إلا لها، والكل هم أطياف في هذه البلدة كما ذكرنا. والأطياف لا يكتمل الضوء الكامل إلا بها. إذا أنقصت طيفا منها لا تكون شمسا أبدا. فهو أطياف كلها تلتقي فيكون الضوء. والشمس تشرق من سوريا كما يقال. والشمس تشرق من سوريا. نعم. طيب سعادة المطران، سماحة المفتي يعني أراد أن يدخل في بعض التفاصيل الجميلة. نحن في كل عام
عهدنا أن نجتمع سوية على مائدة واحدة، مائدة الإفطار الحمصية من قبل حضرتكم يعني. ويبدو أن المطران إلى أو سماحة المفتي إلى هذا ينتظر الدعوة. أين الدعوة؟ لماذا تأخرتم في الدعوة؟ الواقع لم نتأخر في الدعوة، لا. نعم. اجتمعنا، وهذه الدعوة أولا ليست واجب. نعم. فهي نابعة عن محبة. جميل. وعندما نلتقي لقاؤنا ليس واجب. جميل هذا الكلام. عندما رأيت مرة فضيلة المفتي في دمشق في الجامع الأموي عندما أتى قداسة البابا إيه مظبوط، التقينا هناك. اعتبرته مسؤولي الروحي. شايف المحبة شاد. هي نموذج للشعب السوري. قلبي فعلا فعلا فعلا، يعني احنا من بلد وحده واهل ومن قلب واحد ومن دم واحد واهل. ايه سأتحدث بكل صراحة في هذا الموضوع. نعم. نحن لقاء الإفطار هو لقاء محبة. جميل. ولقاء فرح ولقاء عرس الذي يجمع كل الأحبة. الأسرة الواحدة ولكن في الواقع مع شهدائنا الأبرار الذين نصلي من أجلهم جميعا. أكيد. من أجل جميع أكيد. الشهداء ومن أجل ذويهم وأهليهم، ونطلب من الآب السماوي أن يعطي الأمهات والآباء الصبر والسلوان. نعم. قلنا هذه الظروف ما في فرح، ما في فرح. نعم. واللقاء هو لقاء فرح. جميل. اتصلنا شوي مع مدير يعني ما هي بدنا روتينية، لا لا روتينية، يعني فعلا بدنا نجدد محبة وفرح. والحقيقة في توتر. يعني ممكن أن تزوروا في المنزل، يزوروا في المنزل. هذه هي يعني شعار المحبة. زيارات متواصلة يعني دائما. نحن عملنا لقاء الحقيقة ودرسناه من كل أبعاده، إنه بنلتقي في المزحة، في الضحك، في الهرج، في العفوية، في يعني مثل ما قلت لك ما واجب إنه جينا على هالإفطار وصرنا نصر إنه ما يكون بمطعم، يعني يكون بالبيت في المنزل. ونحن وهذا دليل على روح المحبة. وقت اللي بيجي أوان الصلاة بيصلوا عنا. جميل. يعني بالفعل هذا المشهد جميل عندما ترى سماحة المفتي يصلي إلى جانب المطران أو المطران يصلي طبعا سواء في الكنيسة أو في المسجد. يعني هذا المنظر يعني حقيقة يدخل الراحة والطمأنينة إلى النفوس بشكل عام، وهو رسالة بأن هنا مهد الحضارة وهنا مهد العزة والكرامة. أنا بدي أحكي هون كلمة بده بس يساعدني شوي أبو هاشم. موجود دائما المساعدة. وقت اللي زار وفد نجران. نعم. نبي العرب اللي له كل حب واحترام. استقبلهم في المسجد. استقبلهم في المسجد. أيه. وما اتفقوا كحوار، ما اتفقوا، ولكن اتفقوا انه صلوا مع بعضهم. وهذه حرية، هذه حرية. شوف على هالمشهد قديش حلو انه تحاوروا، كل مين عنده رأيه حلو، ولكن الله جمعهم قدروا يصلوا مع بعض البعض. فإذا ما جمعتنا الآراء فينا نصلي مع بعضنا، تجمعنا المحبة، فينا نحط ايدنا ببعض البعض ونرفع صلاة واحدة. هاي حتى بالتاريخ ومع النبي محمد اللي ترك لنا الإرث الكبير، ترك لنا الرحمة الكبيرة، ترك لنا التاريخ الحلو حتى تمعوا هو. فهل أخونا المسلم هو نعم أفصح وأكثر عمق ديني ولاهوتي من النبي بالذات؟ يعني هو حاوروا ما اتفقوا، بس اتفقوا انه صلوا مع بعض البعض. ولكن يعني سماحة المفتي، يعني ألا ترى أن هذا المشهد لا يوجد إلا في سوريا؟ والله تفعيله
جايز انه كل ناس يعني هو فعلا يلفت النظر. نعم. لو جاء ناس اخرون من خارج الحمص قد يستغربوا هذا الشيء، لكن احنا انطلقنا من فطرتنا وطبيعتنا وديننا. جميل. فنحن هكذا قلنا نقول الدين. حتى أنا ما ذكرت في القرآن الكريم يذكر عن عيسى عليه السلام أنه يذكر الإسلام بهذا المعنى، لكن أنا لن أفتتح عليك شيئا لا تريده. جميل. وإلا في القرآن الكريم عنه يعني إذ قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في القرآن أي آية. نعم. واشهد بأننا، وفكرة الإسلام هي هذا التسليم لله. تسليم لله. بمعنى التسليم لله. أيضا من المشاهدات الجميلة ضريح يوحنا المعمدان، هذا اللي راحوا شافوه في الجامع الأموي. هذا اللي شافوه هناك لما إجا البابا وقال إني لقاني أنا قدامهم هناك. إذا هناك يعني مشاهدات كثيرة ورسالات يعني متعددة نابعة من روح المحبة، من التأخي، من الوجدان الحقيقي الذي يعيشه أي مواطن سوري مهما كان يعني لونه ومهما كان الطيف الذي ينتمي إليه. يعني عفوا أن أقاطعك. نعم. فكرة المحبة التي تكلم عنها السيد المطران، الواقع القرآن الرسول قال كلمة وهي شرطية وهي قوية بهالشكل، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جميل. فالسلام بمعنى التسليم للكل، تسلم عليهم. إذن لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، وإذا لم تتحاببوا ما بتدخلوا الجنة. لكن السلام هو مفتاح، يعني عندما يأتي إنسان فتسلم عليه دخولا. وكما سلمتم على بعضكم. نعم. ويعني إيقاع المحبة من خلال فعلا القلب فعلا كنا فعلا. نسمعه من الناحية الوجدانية، وهذا نعم. فالمحبة موجودة وهي شرط. هيك الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ودلهم على طريق التحابب هو عندما يدخل يسلم على الجميع. جميل. وكما يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي يعني اطمئنان. يعني لو دخلت على أغراب ولم تسلم يكون خائف منك، بكون خايف، بقول لك سلام علامة الأمان. سلام علامة الأمان. السلام عليكم معناها بالحقيقة يعني بلا شعور يدخل الطمأنينة يعني دون يعني أي إشارة مسبقة. يعني أي إنسان يسلم على الآخر ربما للوهلة الأولى هو حذر منه، ولكن عندما يسلم عليه يشعر بالطمأنينة والراحة الطرف الآخر بأن هذا الشخص آمن من جانب أو من جانب آخر. على العموم يعني كنا نود أن نستمر في هذا اللقاء الجميل، ولكن معنا بعض الدقائق، ممكن أن نختم ببعض الكلمات الجميلة من قبل سعادة المطران ومن ثم من سماحة المفتي. تفضل سعادة المطران. الحقيقة أنا بدي أختم أنه كلمة التعايش وكلمة الحوار كلها كلمات جديدة دخلت قاموسنا. نعم. بس كنا عايشينها. أنا بدي أعطي مثل يعني على شخصيا. أنا من ضيعة تدعى زيدل. جميل. وزيدل مسيحية ومحاطة بأهل دير بعلبي وبسكرة وبالثابتية وبإيراء بكل القبائل العشائر من الفواعرة للحسني للنعيم للعقيدات. نحن كل بيت بزيدن كان له شريك بدوي، كل بيت. جميل. وندخل بيوت بعضنا البعض بعفوية وبأنس وبدفء وبود، وما كنا نعرف إذا مسلم ولا مسيحي يعني. وهذه حقيقة. كانت هالصداقات بحيث أنا اليوم يعني وقت اللي بيقولوا إنه مثلا أمريكا عم تفكر بالمسيحيين،
إيه أنا عندي 4 مندير بعلبي بيسووا كل أمريكا وكل فرنسا وكل ألمانيا وكل يا عمي. يعني هاللغة نحن ما نعرفها الحقيقة بسوريا. لا، ما نعرف، جديدة هي علينا. السؤال الأدق نعم. هل كل من استعمرتهم مسلمون ولا في منهم مسيحيين؟ بس إذا ما هي بيهمهم مبدأهم استعمار. هناك مصالح شايف واضحة. السؤال؟ بالتأكيد. ما بدهم شيء هن. إذا هذا جواب عملي. من استعمرت العالم كله، ولا للآن تستعمر، لكن هل هي خصت المسلمين؟ إذا ليست خصوصية المسلمين هي التي جعلتهم يأتوا أو لا يأتوا، خصوصية هي المصالح. خصوصية المصلحة. وبدي انهي كلمتي مع فارس الخوري معروف. اللي طلعوا من جوامع دمشق وعملوا مظاهرة بالمئات الآلافات تنادي وتقول لا إله إلا الله وفارس الخوري حبيب الله. هاي معروفة يعني. هاي سوريا. بالتأكيد. هاي سوريا. والسورية اللي وستبقى مانها سوريا. هيك. نعم. هي مانها سوريا، هي مانها سوريا. فإلى إخوتنا الأكارم والأعزاء بهالبلد ننتبه. المعارضة الشكل والإصغاء إلى هالأصوات النشاز شكل ثاني. نحن مع المعارضة، وربما رئيس هو اليوم أكبر معارض في وقتنا الحالي. كلياتنا نسعى إلى الإصلاح ونحارب الفساد. المعارضة هي حالة صحية إن كانت يعني صحية. ضمن النقد البناء. أيوة. الذي يسعى إلى تطوير بس ما نسمع لصوت الغريب. أيوة. لأنه هو ذئب وخاطف. جميل. هذا فمن كل قلبي بوجه الرسالة ومع كل حبتي للجميع. أكيد. ما بدي أميز ولا بين شخص وشخص. وهذا واضح ووصلت الرسالة. سماحة المفتي. والله احنا كذلك، ويعني كنت أريد أن آتي بمثال واضح من تاريخنا. عندما ذهب الرسول يقاتل في تبوك، يقاتل الروم، عندما ذهب يقاتلهم تأخر بعض المسلمين عن الالتحاق به، ثم سألهم ودي يعتذروا، فقال كعب بن مالك هذا أحد 3 تخلفوا وذكرهم القرآن، فقالوا على 3 الذين خلفوا، ذكرهم منهم كعب بن مالك. قال له يعني لماذا تخلفت؟ قال والله أنا لم أتخلف لشيء سوى أن هذه معنى الكلام، هذه الدنيا هي التي شغلتني، وأنا لا أعتذر وأعتبر أنني مخطئ. لكن في ضمن فترة عقوبته من الرسول أنه منع المسلمين أن يحدثوه، حتى في نهاية المدة منع أزواجهم أن تخدمهم بهالشكل ل50 يوم. ففي تلك الفترة هنا المهم النقطة، جاء أحد كان يبيع ويشتري في المدينة، جاء وهو يقول لهم دلوني أين كعب بن مالك. هذا حادثة معروفة. أين كعب بن مالك؟ دلوا عليه، قالوا له هذا هو كعب بن مالك. راح لعنده، طالع من جيبته رسالة ملفوفة بالحرير، قال له هاي رسالة لك من ملك غسان التابع شو اسمه المسيحية اللي في هذيك المنطقة اللي هي الرومان، بهالشكل هذا. قرأ الرسالة، وهنا المهم، قرأ الرسالة فوجد فيها إنك أنت لست أهلا لأن تنبذ، وإنما يجب أن تجد من يحبك ويعتني بك، فارحل إلينا ستجد ذلك. والتوقيع ملك غسان. جميل. إذن من وين جاي؟ من عند الرومان هذا الشيء. هذا ماذا قال؟ ما قال عال اجتني وظيفة ومرتبة، قال وهذا من البلاء أيضا. قال وهذا من البلاء أيضا، أي تدخل الأجنبي ليستغل ضعفي. فأمسك الرسالة وألقاها في التنور. هذا يدلك على أن المستعمر والأجنبي هو الذي يبحث عن ثغرات
وضعف نفسي في بعض الأحيان للناس للمسلمين المواطنين، فيستغلها إن كانت أموال وإن كانت نساء وإن كانت كلها يستغلها ويقول له دعهم، لك عندنا ما تريد. لكن لك عندنا ما تريد شو؟ حتى يمتص الحيوية التي فيه ثم يلفظونه أشياء زبالة. أبدا أبدا. هذا مثال ولن أطيل لأنك أنت بدك تختصر. لم آتيك بمثال آخر على نمطه، لكن هذاك كانت فيه استغلال الطائفة. انتبه معلش يزيد هاي الطوائف. فهذا الذي حدث لأحد الصحابة أبو عمر رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق، وواحد ثاني من الأنصار. هذا عمر مهاجرين، هذاك من الأنصار هذاك. فصاروا يقتتلون على الماء، معهم المواشي. ثم انتهت أن كل واحد قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار. هذه الدعوة الجاهلية، وهذه الذي سيستغلها من؟ الأجنبي. والأجنبي كان يهود، كان يأتيهم بيوم بعاث، هذا اللي كانت في حروب بينهم، فيتلو عليهم أشعارا كانوا يذم بعضهم بعضا فيها. فعلم بذلك رسول الله فجاء وغضب وقال معنى الحديث إلى متى تتكلمون في هذه الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. حط 4 خطوط تحتها، فإنها منتنة. هلا أنا بترك لك الكلام. أحلى ختام. أحلى نهاية. على العموم يعني كنا نتمنى أن يكون الوقت في صفنا، ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة سنكون في حوار مطول. على العموم سماحة الشيخ فتح الله القاضي مفتي محافظة حمص، شكرا على حضورك بيننا. أيضا سعادة المطران جورج كساب الاستريان الكاثوليك في حمص وحماة والنبك وتوابعها، شكرا أيضا على تلبية الدعوة. على أمل كما ذكرنا أن نلقاكم في حلقات أخرى. شكرا لكم. أيضا أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة. طبعا ما زلنا وإياكم في هذا البث الحي والمباشر من المركز الإذاعي والتلفزيوني في محافظة حمص. الإصلاحات والعطاءات التي منحها السيد الرئيس بشار الأسد لأبناء شعبه لاقت ارتياحا واستحسانا من الجميع. الاستطلاع التالي يرصد لنا بعض هذه الآراء.